هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا في مجال الجودة، وتعتبر من الأساسيات اللي اتعمل عشانها قسم الجودة أو مجال الجودة في المصانع، وهو الفرق بين الديفييشن وبين non-conformance. الفرق بين الانحراف وبين عدم الامتثال. عشان أفهم الفرق بينهم كويس فعندي مبدأ بيقول non-conformance is a result while deviation is a tool. الديفييشن هو انحراف عن الصح اللي المفروض يحصل، ونتيجة الانحراف ده ممكن يحصل عدم امتثال أو non conformance في النتيجة النهائية اللي أنا عاوزها. يعني الديفييشن هو انحراف في خطوة أو عملية أو معدة أو آلة أو طريقة شغل أو طريقة تحليل. يعني مثلا عملية معينة لازم تاخد وقت من 5 ل10 دقايق، لو عملت أقل من 5 دقايق أو أكتر من 10 دقايق يبقى ده كده انحراف أو deviation، عشان أنا خرجت عن الليميت المحدد للعملية بتاعتي. أو عندي آلة معينة المفروض تشتغل عند درجة حرارة من 30 ل35 درجة، فلو اشتغلت عند أقل من 30 يبقى ده deviation، ولو اشتغلت عند أكتر من 35 برضه هعتبره deviation أو انحراف. والdeviation أو الانحراف ده هيؤدي في النهاية لريزلت غير مرغوب فيها، وهي non-conformance. يعني بالنسبة لي non-conformance هي النتيجة النهائية أو الأوتبوت أو الريزلت بتاعتي بتكون مش ملائمة أو مش مناسبة للريكويرمنتس أو المتطلبات اللي أنا عاوزها أو المواصفات اللي أنا حطيتها للمنتج أو العملية بتاعتي. مثلا عندي منتج معين أو مادة معينة ليها مواصفات خاصة باللون أو الشكل أو معدل الذوبان أو البي اتش أو غيره، وجيت لقيت المنتج ده طالع بلون تاني أو بشكل تاني أو مواصفات تانية غير الريكويرمنتس أو السبيكس اللي أنا حاططها، يبقى ده كده عدم امتثال أو non conformance. او مثلا ممكن الاجهزة اللي انا شغال عليها مش متعايرة او مش معمول لها calibration مظبوط، ده كده deviation. بالتالي لما اجي اشتغل على الاجهزة دي هتطلع نتائج مش مظبوطة، يبقى كده الريزلت او الاوتبوت هيبقى non conforming. او مثلا بدأت التشغيل من غير ما ادي تدريب كويس للناس اللي هتشتغل على المكنة او على جهاز معين، ده كده اسمه deviation. بالتالي الريزلت او النتيجة او الاوتبوت هيطلع غير مطابق للمواصفات او الريكويرمنتس اللي انا عاوزها. يبقى بنسبة كبيرة كده الديفييشن بيكون في البروسيس او العملية، وبيؤدي في النهاية لنون كونفورمانس في الريزلت او النتيجة او الاوتبوت.